الاسم نهلة من عشيرة العفادلة من الرقة. نحن بأكاديمية الشهيدة رشدة منبج عم نتلاقى تدريب. نحن مقاتلات جدد عم نتلاقى تدريب وعم نتعلم. أخذنا دروس سياسي، أخذنا حقيقة القائد، أخذنا تاريخ المرأة، أخذنا يعني عدة دروس سياسية. ذاتا تأثرنا بهذا الشيء بالخاص يعني بفكر القائد، حقيقة القائد يعني تأثرنا كثير. كان القائد يعني عم يناضل لأجل المرأة ولأجل حماية الشعوب. ذاتا القائد يعني ضحى بهذا الشيء. نحن كمان يعني رح نعطيه وعد أنه رح نناضل بهذا الطريق، يعني ما رح يعني كمرأة عربية أنا رح أناضل بهذا الشيء، يعني لحتى يعني كل مرأة مظلومة بهذا المجتمع نحن رح نحرره. نحن لأجل حماية المرأة، لأجل حماية الشعوب رح ندافع عن وطننا. سبب انتسابي محبتي بالرفاق ودفاعا عن الوطن. مشان رسالة القائد اللي بعتها لعشائر العرب، نحن نتشكر القائد على هاي الرسالة، ونحن كمان رح نعطيه وعد انه رح نناضل رح نناضل يعني لنحمي وطننا، نحمي شعبنا. رح نحرر القائد جسديا. رح نعطي وعد للقائد والشهداء انه رح نناضل ونمشي بهذا الطريق. رح ندافع عن وطننا، رح ناخذ ثار شهدائنا اللي استشهدوا بين ايدين العدو، يعني رح ناخذ ثارنا من العدو، يعني ما رح نسمح بهذا الشيء. رح نناضل لحتى اخر نفس فينا، وما رح نسمح انه دم شهدائنا الطاهره تروح هيك، يعني رح ناخذ ثار شهدائنا. اسمي محمد العلي، اسمي الحركي جقدار. احنا موجودين بأكاديمية عدنان أبو أمجد تأهيل القياديين. ناخذ دروس فكريا وايكولوجيا وسياسيا، كثير انه دروس، وعن الطبيعه، عن اي دروس عم ناخذ دروس طبيعيه يعني. هذا احنا نقول انه على رساله القائد، وصلتنا رساله القائد عبد الله وجلان، وصلتنا انه مكون عربي موجود، انه احنا صح موجودين ضمن قسد، نحن موجودين احنا كقسد تنتمي على العشائر. احنا ما بنتفرق انه بيننا وبين الكرد او بين السرياني او المسيحي او الشيعي او الدرزي، ما بفرق بيناتنا، نحن كلنا واحد. احنا هنا عندنا اخوة الشعوب، ما عندنا شيء. نحن شفنا ضيم من داعش، اول ما فاتت داعش لعندنا فاتهم بحجة الاسلام. نحن الشعب ما كان عندنا فكر، نحن مشينا بحجة الاسلام، لانه احنا اسلامنا الدين، مشينا على هاي الحجة. بس انه اول ما فاتهم علينا بضمن الدين، بس ما كان الدين هيك. الدين ما قال لك انه اذا تدخن سيجاره يقطع من ايدك، او بدك تصلي من دون وضوء ايام الدوشه. شفنا ضيم كثير، وبدك تبرقع المرأة غصبا عنك وما تمشي بالشارع. ورجع جونا الحز مثل ما نقول العمشات والحمزات، زاد كذلك الامر، انه زاد جنب اسم انه الحريه وما حريه، بس ما عندهم حريه. احنا شفناهم بحمله منبج، وقت جم خذوا منبج بلشوا يغتصبوا للنساء، اغتصبوا بنت عمرها 7 سنين. انه كثير شغلات دا يسوون ويرجعون يقولون حريه. نرحب نحن برساله القائد كعشائر، وانا عشيرتي نعيمي، نحن نرحب برسالة القائد ونفتخر بها، لأنه نحن علينا عدنا نحن حرية، مو مثل إنه الإعلان شلون دا يحكي مثلا القصد إرهاب. لا، ما إحنا إرهاب، نحن بالعكس عندنا حرية الفكر، حرية الرأي، تقدر تاخذ رأيك بأي شيء، كنت صغير وكنت كبير تاخذ رأيك. نحن كشعوب نحن أبحث كلها تنتهي على العشائر، عندك الجسات ونعيم والبريش، كثير عشائر مع الرفاق. وإن شاء الله زاد دم شهدائنا ما يروح على الفاضي. نحن قسمنا أول ما فتنا الدورة هاي، وأول ما فتنا على الحزب على الرفاق، قسمنا إنه دم شهدائنا ما يروح على الفاضي، لأنه زاد أنا بيلي الشهداء، يعني ما خلي دم شهدائنا يروح على الفاضي. مو بس إنه عملنا يقرب ابن خالي أو غيره، أي واحد شهيد بين رفاقنا هنا نحن ما نخلي دمه يروح على الفاضي.